السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله وانتم تشاهدوا هذا الفيديو ديالنا اليوم البنات. غادي نقادوا واحد الكيكه البنات بالنخاله بالحمامر، المهم كل واحد شنو تيسميها، اللي تجي اكثر من رائعه. نتمنى تعجبكم ان شاء الله. الحمامر البنات اللي غادي نغربلوها، نحيدوا غير داك النخاله الغليظه اللي تتكون غليظه بزاف، والاخرى هي اللي غادي نستعملوها. تجي زوينه تبارك الله. هذه الكيكه البنات مفشفشه ومن الداخل تبارك الله مهويه كما تلاحظوا، تجي اكثر من رائعه. المذاق ديالها بداك النخاله محمره يا البنات، يا سلام على بركه الله. هنا اول حاجه البنات غادي نحمروا هذا الحمامر ديالنا، هذه النخاله، ونخليوها تبرد مزيان. ضروري نخليوها تبرد، نحمروها هكا مزيان البنات. المهم ما نحرقوهاش، نحمروها مزيان حتى يولي اللون ديالها هكا مغلق، ونخليوها تبرد. وندوزو البنات المقادير الاخرى. هنا غادي نحتاج ان شاء الله يا ربي واحد جوج ديال البيضات في هذا الكيك، ولا كان البنات البيض غليظ واخا ديروا غير وحده راها كافيه. هنا غادي نحتاج كاس ديال السكر ما عامرش، ويمكن لكم تعمروه على حسب الذوق. واحد الشاصيه ديال الفاني باش نسمو هذا الكيك، وقبيصه ديال الملح. غنخلطو مزيان، خلطو مزيان البنات حتى ينسجم البيض مع السكر ويذوب لينا داك السكر. يمكن لكم ديروه في الطراب الكهربائي حتى يولي الخليط على هذا الشكل هذا البنات ابيض. غادي نزيد كاس ديال الزيت ما عامرش. انا دائما البنات ما تنعمرش الكاس في الكيك ديال الزيت، كاس الا ربع تيكون كافي. في اي كيك درتو تندير كاس ما عامرش. نخلطو مزيان داك الزيت، وغادي نزيد كاس عامر ديال الحليب. يمكن لكم تعوضوه بواحد الياغورت. هذا الحليب راه تيعطي نفس النتيجه. صافي تنخلطو مزيان عاوتاني الحليب مع المكونات الاخرى. وغادي نزيد البنات واحد الكاس ديال الفرص الخاص بالحلويات، ولا الفرص العاديه البنات اللي كان متوفر عندكم، راه نفس النتيجه تيعطي. وغادي نزيد واحد جوج خمارات ديال الحلويات. ضروري البنات نديروا كاس ديال الفرص ديال الدقيق ديال الفرص، لان النخاله كما تعرفوا تكون غليظه. ضروري باش ينسجم لينا داك النخاله غادي نزيدوا كاس ديال الفرص. صافي ونخلطوا مزيان. وعاد غادي نزيد هنا النخاله الحمامر. من طبيعه الحال البنات تكون بارده مزيان، واخا نصوبوها من قبل وعاد نديروا الكيك. نحمروها يعني من قبل، وعاد النهار اللي بغاو نديروا الكيكه البنات تلقاوها واجده. ولا حمرتوها في نفس اليوم يعني تخليوها تبرد مزيان. هنا عندي جوج كيسان البنات عامرين ديال النخاله، كما قلت لكم محمره زوينه، تعطي واحد المذاق البنات زوين بزاف. نتمنى هذا الفيديو البنات يعجبكم، وتدعمونا بلايك ديالكم ان شاء الله، واشتراك في القناه اللي مازال ما مشتركش فضلا وليس امرا. الله يسر امورنا واموركم وامور المسلمين جميعا. هذا هو القوام ديال البنات. هنا غادي نزيد معلقه صغيره عامره بالخل، حتى الخل البنات سيعطي واحد الهشاشه للكيك ديالنا. ضروري البنات واحد المعلقه ديال الخل صغيره. وهنا غادي نزيد البنات هاد شويه المكسرات، شويه اللوز، شويه الكاوكاو، وشي طريفات غير حاجه قليله البنات، طريفات ديال الشكلاط. ويمكن لكم ما تضيفوهمش في المرحله، تخليو حتى تزوقوا بهم. انا هنا غير بغيت نزيد شويه باش. ويمكن لكم ديروا البنات الزبيب، يمكن لكم ديروا طريفات ديال التمر. المهم تيبقى لكم الاختيار. ولا يمكن لكم ما ديروش مره البنات، غير داك المكسرات خلوهم تزوقوا بهم هكا من الفوق. انا هنا درت غير كميه قليله. صافي الخليط ديالي تيصبح واجد على هذا الشكل هذا البنات، كما تلاحظوا ماشي جاري وماشي قاصح. المهم 3 ديال الكيسان، كاس ديال الفرص وجوج ديال الحمامر. صافي تنجيبوا واحد المول من بعد ما دهنتو بالزبده ورشيتو هكا بشويه د الحمامر حتى هو دهنتو البنات، رشيتو عفوا بالحمامر. ولا يمكن لكم نرشوه بالسميده ولا بالفينو. المهم شي حاجه حرشه، ماشي ما ندهنوش بالفرص، ما نرشوهش بالفرص.
صافي تندير الخليط ديالي في المول، وبطبيعة الحال تيكون الفران شاعل، وملي ندخلو الكيكة تنقصو ليها مزيان باش طيب على عافية مهيلة، وبطبيعة الحال تنراقبوا عليها البنات باش ما دغيا دغيا هاد الحمام هاد الكيك تبارك الله تيطيب. ولا كان المول ديالكم خفيفة البنات ديروه في شي لاطه الاخرى، شي لاطه ديال الفران. صافي البنات من بعد ما طابت تبارك الله هذا هو الشكل ديالها، تجي محمره وتجي البنات مفشفشه من الداخل. نتمنى تجربوا هذه الكيكه اللي عمره ما دار الكيك بالنخاله بالحمامر يديرها البنات، انا متاكده غادي تعجبكم. هنا البنات درت واحد الكاس ديال الحليب ومعلقه ديال النشا ومعلقه ديال السكر، وتنخليهم يطبخوا هكا، وتندير بحال التحليه البنات. ملي تطيب تدير شويه الزبده هكا باش تنسم، واحد قريصه ديال الملحه، وصافي. وهاد التحليه ديالكم واجده البنات. ولا هاد الصوص المهم تذوقوا به من الفوق، تديروه من الفوق غير باش يلصق لينا هاد الخطوط هكا اللي غادي ندير. هاد التزيين المهم التزيين يبقى اختياري، يمكن لكم ديروا الكراميل البنات، يمكن لكم ديروا دهنوها بالكونفيتير، يمكن لكم دهنوها بشي دانيط، غير دانيط هكا تجيبوه من الحانوت، دانيط ديال الشكلاط وديروه من الفوق، دهنوا به وتزوقوا. وتزيين البنات يبقى اختياري. انا درت هاد الخطوط هكا دايرين ديال الكوك وشويه د المكسرات د اللوز وكاوكاو. المهم التزيين تيبقى اختياري، يمكن لكم تخلوها غير هكاك البنات تجي تبارك الله زوينه بزاف. المذاق ديالها ما عندي ما نقول لكم، انا درت لها التزيين هكا، وكما قلت لكم التزيين تيبقى اختياري. تجيها الكيكه البنات تبارك الله اكثر من رائعه. ومرحبا بالبنات، البنات مرحبا بكم اللي يدخلوا عندي القناه ديالي كاملين، مرحبا بهم والف مرحبا. ونتمنى الله سبحانه وتعالى ما يحشمنيش معاهم، والله يجعلني عند حسن الظن ديالهم. ومرحبا بكم البنات، مرحبا بكم والف مرحبا. وعواشركم مبروك البنات بالصحه والسلامه ان شاء الله، وباش كتمناو في خاطركم الله يسر الامور الجميع. هنا دوز نقطعها معكم البنات باش تشوفوا القوام ديالها تبارك الله من الداخل. انا بعد هذا احسن كيك البنات اللي تعجبني هذا الكيك احسن من الكيك الاخر ديال اللي تنديروا فيه غير الفرص، غير الدقيق الابيض. والله الا البنات تيجي هالكيك تبارك الله، وبداك النخاله اللي محمره البنات تيجي واحد المذاق في شكل، تيجي واحد المذاق اللي تبارك الله نتمنى تجربوها. انتم القوام ديالها البنات تبارك الله تجي من الداخل حرشه هكا ومفشفشه ومرمله. المهم نتمنى تجربوا هذا الكيك هدايا. وبسلام عليكم البنات، حتى نتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله يا ربي باذن الله تعالى.